يمكنك أن تقوم بنصف ثورة. إذا قمت بنصف ثورة فاحفر قبرك. إذا قمت بنصف ثورة فاحفر قبرك. إذا قمت بثورة وخليت جنرالات النظام السابق وإعلاميي النظام السابق وصحفييه وقضاة ودبلوماسيه وإداريه فأنت تلعب، أنت تعبث. الثورة حينما تقوم يجب أن تطيح بالعصابة، كل عصابة. ولذلك احنا اليوم يحبوا يعاودوا إنتاج العصابة بطريقة مختلفة، وجايين بعض الناس إما عن طيبة فيهم وعن سذاجة فيهم يقدسوا في الجنرالات. الثورة التي تقوم، إذا قمت بالثورة وبديت تلعب رايحين يقطعوا لك رأسك، لأنهم ما عندهمش أخلاقك وما عندهمش طيبتك وما عندهمش إنسانيتك وما عندهمش. ولذلك كثير من الناس يقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل لمكة قال اذهبوا فأنتم طلقاء. نعم، لكن كاين جزء في الغالب ما يجيبوش وما يعودوش بعض الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل قال اذهبوا فأنتم طلقاء، ماذا تريدون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ ابن أخ كريم وأخ كريم ابن أخ كريم وسامحنا ومانيش عارف. قال لهم اذهبوا فأنتم طلقاء. بصح كاين 4 من أئمة الإجرام قال لهم ولو تصوروا الكعبة، يعني لو كان يطلعوا الكعبة مقدسة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، مقدسة عند العرب، حتى عند العرب المشركين كانت مقدسة ومقدسة على المسلمين. كانوا يتصوروا أسوار الكعبة، لو كان يدخلوا داخل الكعبة يجب أن يقتلوا. 4 كانوا أئمة الإجرام. الفرق على الناس أن تفرق ما بين المعادين العاديين، الناس العاديين، هذا رئيس بلدية، هذا رئيس دائرة، هذا سبكتور بوليس، هذا كان مع العصابة، وما بين كبار الوزراء، كبار الجنرالات، كبار السفراء، كبار القضاة هؤلاء. وإذا كنا لسنا مع القتل فعلى الأقل مع التحييد. يجب إبعادهم نهائيا.